السلام عليكم، انا انس خالد، حلقه النهارده بعنوان افضل 10 مسلسلات في رمضان 2014. طبعا ضمن كل حلقه الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. ممكن مسلسل يعجبني ما يعجبكش، ده شيء طبيعي. نروح للمركز العاشر على طول. مسلسل العمليه ميسي، واللي بيحكي عن قرد اسمه ميسي اتجنده الحكومه المصريه عشان خاطر ينقل لها الاخبار بتاعه العمليه الامريكيه اللي اسمها جيني، وفي نفس الوقت الحكومه الامريكيه بتحاول هي كمان تجنده وينقل لها اخبار عن دكتوره نهى عشان خاطر يعرفوا اخر البحث بتاعها بتاع مرض البقر. ببساطه هو مسلسل لايت كوميدي خفيف، يعني مسلسل كوميدي كويس قدم بشكل حلو، كان فيه رتم نوعا ما مقبول، وكمسلسلات رمضان افضل 10 كان نوعا ما يستحق ان هو يكون معانا في المرتبه دي صراحه. ونروح للمركز التاسع. مسلسل صاحب السعادة، واللي بيحكي عن شخصية واحد متقاعد عن العمل بقاله فترة وبيمر بمواقف كتير بسبب مراته اللي بتغير عليه جدا، والاختلاف بين فكره وفكر عياله وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال الكبير بينهم. نفس الفكرة برضه بتاعت المسلسل اللي فات، هو مش نفس الفكرة ولكن هو نفس المضمون، اللي هو مسلسل كوميدي لايت كويس. 30 حلقة مش مملين، 30 حلقة ممتعين إلى حد ما، كويسين في رتم كويس، سيناريو وكوميديا كويسة جدا صراحة. ونروح للمركز الثامن. مسلسل دلع البنات، وقصته بتدور حول بنتين اتنين صحاب، واحدة فيهم من الطبقة الشعبية والتانية من طبقة أعلى منها بكتير، وشوفوا الفوارق اللي بينهم واللي بينتج عنهم مواقف كتيرة جدا. مسلسل صراحة كان فيه كوميديا كويسة وكان فيه مشاهد درامية حلوة. 30 حلقة نوعا ما مش ممل، هو ممكن يكون فيه سنة بطء شوية في نص المسلسل، ولكن كتوتال نهائي هو مسلسل مسلي صراحة ويستحق المشاهدة. ونروح للمركز السابع. مسلسل فيفا قطاطا، اللي بيحكي عن قصة واحدة عجوزة اسمها قطاطا بتعمل مواقف كتيرة جدا، بتعمل مشاكل كتير وبسببها بتخش السجن، تقعد تعمل مشاكل مع المأمور اللي بنلاقي بنته عندها مرض نفسي بيخليها منفصلة عن الواقع اللي هي عايشة فيه وعايشة بعقلية طفلة صغيرة، فبيلاقي ان العلاج عند شخصية قطاطا اللي بتحكي لها روايات بتحسن من نفسيتها. مسلسل كوميدي حلو جدا صراحة، بل من أفضل المسلسلات الكوميدية اللي نزلت في رمضان في الفترة الأخيرة في آخر 10 12 سنة. كان مسلسل رائع صراحة، كان في بعض الحلقات مختصة بذاتها إلى حد ما، ولكن اتقدمت بشكل حلو، كان فيها كوميديا رائعة مش مبتذلة، وكان فيها أداء ولا أروع من محمد سعد سواء في شخصية الليمبي أو في شخصية قطاطا، فبكل تأكيد تستحق المرتبة دي ويستحق المشاهدة صراحة. ونروح للمركز السادس. مسلسل جبل الحلال، واللي بيحكي عن شخصية واحد من كبار الناس في سوهاج، واللي بيتاجر في الآثار وفي السلاح وفي المخدرات في كل حاجة يعتبر، وبيتعرض لعملية اغتيال ولكن بتفشل، وبيقرر إن هو بعد العملية دي يغير من حياته خالص. من أفضل المسلسلات اللي اتقدمت صراحة، ومن أفضل الآلات التمثيلية لمحمود عبد العزيز. فكعمل درامي كان رائع، كعمل السيناريو فيه كان كويس جدا، الأداء فيه كان رائع من الجميع صراحة، الريتم كان حلو جدا رغم 30 حلقة بس مش هتحس معاه بملل، فصراحة كان لازم موجود معانا في القائمة دي. ونروح للمركز الخامس. مسلسل ابن حلال، بدون شك هو أفضل مسلسل عمله محمد رمضان بالنسبة لي صراحة. مسلسل رائع بمعنى الكلمة، التقديم كان رائع، القصة كانت رائعة، السيناريو كان جميل، الأداء كان ولا أروع، الريتم كان جميل جدا، الموسيقى، النهاية، البداية، التتر حتى، فعلا مسلسل اتعمل حلو جدا، اتعمل بإخلاص فعلا. وقصته بتدور عن شاب صعيدي من هنا بيسافر للقاهرة عشان خاطر يشتغل، ولكن بيتعرض لموقف ما بيلاقي نفسه ورط في مشكلة كبيرة جدا وما بيقدرش إن هو يخرج منها. من أفضل المسلسلات اللي ممكن تشوفها صراحة، وبكل تأكيد هو أفضل مسلسل لمحمد رمضان، فلو ما شفتوش بدون شك فايتك مسلسل عظيم الصراحة. نروح للمركز الرابع. المسلسل الرائع والسلسلة الأنجح والأفضل في رمضان في آخر 20 سنة، وهو مسلسل الكبير أوي الجزء الرابع. وقصته بتدور في الجزء دوت على شخصية حسن اللي بيرجع وبيشتري البيت وبيشتري كل الأراضي، وبسبب الموقف ده بيحصل غيرة من أخوه جوني وأخوه الكبير، وبيحاولوا إن هم يتخلصوا منه أو يثبتوا نفسهم في المزاريطة. من أفضل الأعمال الكوميدية، من أفضل الأعمال اللي اتقدمت في رمضان، وبدون شك هو أفضل سلسلة أعمال نزلت في رمضان في الفترة الأخيرة. لو ما شفتوش فايتك مسلسل عظيم صراحة. ونروح للمركز الثالث. المسلسل الرائع والعالمي السبع وصايا، وقصته بتدور عن 7 أشقاء اكتشفوا إن أبوهم سايب لهم ورث 28 مليون جنيه، فبيروحوا عشان خاطر يورثوه، ولكن بيلاقوا الجثة اختفت وبيتعرضوا لمواقف كتيرة جدا، وبيتفرقوا كلهم وكل واحد فيهم بيروح لواحدة من المحافظات اللي موجودة في مصر، لكن رغم ذلك بيجتمعوا تاني وبيلاقوا إن القدر مخبي لهم مفاجآت كتير. بدون شك بدون تفكير بدون مناقشة صراحة، يمكن من أكتر المسلسلات المختلفة اللي نزلت في آخر 10 15 سنة. أداء رائع، قصة متماسكة ورائعة، النهاية هي اللي فيها خلاف صراحة، يعني أنا شخصيا حاسس إن كان ممكن يبقى في نهاية أقوى،
بس تظل نهاية كويسة. موسيقى ولا أجمل، تتر بداية يمكن أقوى تتر بداية في مسلسل رمضاني في آخر 10-12 سنة. تحفة بمعنى الكلمة، أداء جميل، سيناريو رائع مظبوط بمعنى الكلمة. فبلا شك ده من أفضل الأعمال نزلت في 2014، إن ما كانش أفضلهم صراحة. الفرق بينه وبين التاني والأول مش كبير أوي صراحة. فأنت لو مشفتوش فاتك عمل عظيم فعلا. ونروح للمركز التاني، المسلسل الرائع والعالمي سجن النساء، واللي بيحكي عن 3 ستات كل واحدة فيهم بتتعرض لمواقف ما بتضطر إن هي ترتكب جرايم وبتخش السجن، ومن وقت دخول السجن بيحاولوا إن هما يغيروا في حياتهم. بلا شك من أفضل المسلسلات اللي قدمتها نيللي كريم، إن لم يكن أفضل مسلسل فيهم، ويكاد يكون هو أفضل مسلسل فيهم فعلا. عظيم بمعنى الكلمة، تقديم ولا أروع. أول 10 حلقات عظمة، آخر 10 حلقات عظمة، العشر حلقات اللي في النص وده اللي يعتبر نقطة سلبية في جميع مسلسلات رمضان إلا من رحم ربي، في المسلسل ده كانوا برضه رائعين. المسلسل ما وقعش حتى في نص المسلسل، الريتم بتاعه ما وقعش خالص، مشي بنمط رائع، مشي بتسلسل أحداث تصاعدي بشكل جميل، أداء تمثيلي مميز ومميز جدا، بالأخص في آخر 5 حلقات. نهاية رائعة، بداية موفقة، سيناريو مكتوب صح. فقدم لنا بدون شك مسلسل عظيم، ومن أجمل المسلسلات الرمضانية نزلت في آخر 15 سنة إن لم يكن أجملهم. ونروح للمركز الأول، المسلسل العالمي ومن غيره، يعني يكاد يكون هو أفضل مسلسل نزل في رمضان عامة إن لم تخن الذاكرة، ويكون في مسلسل أقوى مثلا أنا شفته ونسيه أو لسه ما شفتوش. بس بلا شك وبدون نقاش وبدون خلاف، ده واحد من أفضل المسلسلات المصرية اللي نزلت في التاريخ، هو مسلسل الصياد. أفضل عمل ليوسف الشريف، أفضل مسلسل رمضاني في آخر 10 سنين تقريبا، من أفضل الأعمال اللي ممكن تشوفها بشكل عام حتى كعمل مصري على عمل أجنبي. لأ ده فعلا من ضمن الأفضل. مسلسل عظيم بمعنى الكلمة، وقصته بتدور عن شخص شغال في الأجهزة الأمنية، بتحصل له حادثة بيلاقي إن هو مش هيقدر يكمل في الشغل بسببها، ولكن بيلاقوا إن في قضية معينة أو واحدة من الجرائم محتاجينه فيها جدا، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدهم فيها. وبتتوالى الأحداث وبتحصل مفاجآت كتير، مفاجآت كتير فعلا، يعني مفاجآت هتوصل لمرحلة في الآخر تحفة. بلا شك مسلسل عظيم، بلا شك أداء تمثيلي من الأروع. يوسف الشريف يمكن أعلى أداء تمثيلي ليه أو على الأقل من الأعلى. رتم أحداث هو يكاد يكون الأفضل، سرد قصة رائع، تسلسل أحداث رائع، رتم تصاعدي بشكل جميل، أداء مميز، سيناريو حلو جدا، قفلة ولا أروع، يكاد يكون أجمل قفلة مسلسل في آخر 10 سنين تقريبا. مسلسل عظيم بالنسبة لي من كل النقط صراحة. فبلا شك هو واحد من أجمل المسلسلات اللي شفتها في حياتي صراحة. وسؤال الحلقة، انت ايه بالنسبة لك اجمل مسلسل في ال10 مسلسلات اللي انا قلتهم؟ لا، عملت حد اللايك والاشتراك، وسلام.